عيان البلمونري ايديما ليه اسباب. اولا احنا عندنا حاجه اسمها كارديوجينيك ونون كارديوجينيك بالمونري ايديما. طيب خلينا نفكر ايه اللي يخلي فلويد يتجمع في الرئه. حاجه من اتنين، يا اما القلب المضخه بتاعتي الليفت فنتركل مش قادر يضخ البلد كويس للجسم، وبالتالي بيراكم الفلويد ده في الرئه اثناء ما بيعمل له اوكسجينيشن في الرئه، وبالتالي البلاد فيسلز بيحصل لها ليكج والميه دي بتتجمع في قلب في قلب الرئه. طيب ايه السبب التاني؟ النون كارديوجينيك، حاجات كتير بقى، ممكن يكون اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، انفكشن، سيبتسيميا، اي حاجه من الحاجات دي هتخلص او هتعمل مشكله في السبيس او في الخلايا نفسها بتاعه البلاد فيسلز اللي موجوده في قلب الرئه، وبالتالي يحصل ليكج، يعني تيشو دامج يعمل ليكج وبالتالي يعمل بالمونري ايديما. ايه الاشهر او اللي بيجي لنا كتير؟ الكارديوجينيك. ليه؟ لان احنا عندنا مرضى كتير كرونيك في مصر، ديابيتيك وهايبرتنسيف وهكذا، وبالتالي يجي اكيوت اون توب اوف كرونيك. كان عيان عنده ديابيتس ومش كنترول، ده هايبرتنشن ومش كنترول، ودخل في مايوكاردال انفاركشن، دخل في فالف دامج، دخل في اي حاجه من الحاجات دي، وبالتالي جالي العيان بكارديوجينيك بالمونري ايديما. ايه اللي انا بعمله؟ وده الاهم بقى، فكره العلاج. الفكره ان انا مش هحفظ ابدا انا بدي ايه وايه وايه زي ما احنا قلنا جيمس بوند، لا، انا بعرف كل حاجه بديها. ليه؟ بدي اكسجين عشان العيان بيغرق، بقعده سيمي سيتنج بوزيشن برضه عشان نفس الفكره، ان العيان لما بينام فلات الفلويد ده بيتجمع في كل الرئه وبالتالي ما يقدرش ياخد نفسه. طب بدي نيتروجليسرين ليه؟ لانه ببساطه القلب فيه مش قادر يضخ او عنده مشكله في الكونتراكتيليتي، ان هو عليه لود كتير، فانا بقلل البريلود، بعمل فينو دايليتور، بقلل البريلود اللي راح للقلب، يعني كميه البلاد اللي راح للقلب بحاول اقللها بان انا اعمل ايه؟ بدي نيتروجليسرين. طيب دايوريتك هي بقى ده الشور او اهم حاجه. ليه؟ لان انا بديه دلوقتي مش عشان الضغط، ودي نقطه مهمه قوي، انا بدي دايوريتك في البلمونري ايديما عشان ايه؟ عشان ينزل الفلويد الكتير ده اللي عندي في قلب في قلب الرئه.